لو وصلت للرسالة دي، خلّيني أقول لك حاجة وأنا متأكد منها تمامًا، ده لا خوارزمية ولا صُدفة، ده الكون بيرُد على السؤال اللي روحك سألته في سكون، هناك في الرُكن الصغير من قلبك اللي بدأ يشُك، في حاجة كنت محتاج تسمعها النهارده، في اللحظة دي بالذات، قبل ما يتحوّل الشَك اللي جواك لاستسلام. عارف إنك كنت ساكت، عارف إنك كمّلت كإن كل حاجة خلّصت، وحاولت تقنع نفسك إنك قلبت الصفحة، بس في أعماقك في سؤال بيطاردك، غموض بيسرق منك راحتك، والسؤال ده عن مستقبل العلاقة دي ما فيش غير الخطة الإلهية اللي تقدر تجاوبه، والإجابة واصلاك دلوقتي بوضوح ما تقدرش تتجاهله تاني. انسى فكرة إنك بتبالغ في اللي بتحسه، إحساسك مش وَهْم، حُبّك مش عبث، ومش من طرف واحد. الرابط اللي بيربطك بالشخص ده حقيقي، خيط مش جاي من العقل لكن مولود من الروح، مش اندفاع مؤقت لكنه معنى عميق. الرسالة الأساسية اللي لازم تحتفظ بيها جواك هي دي: الكون بيأكد لك النهاردة إنك ما تستسلمش، أنت على حافة تحقيق حاجة اتحضرت من زمان ليكوا انتوا الاتنين، مش عارف قد إيه طاقة بتتحرك في الخفاء لصالحك. الإحساس اللي عندك إن في حاجة هتتغير قريب مش وهم، استمرار القصة دي جواك، وحقيقة إن اسمه مش بيخرج من دماغك وقلبك بيرجع له كل شوية، ده مش علامة تعلق ولا هوس، ده علامة، ده إحساس مش ممكن يتصنع، لكنه مرتبط بهدف ما ينكسرش لا بمسافة ولا بوقت ولا بصمت. علشان كده أول خطوة حقيقية النهاردة هي دي: بطل تشوف البعد كفشل، الحقيقة إن المسافة الجسدية مجرد وهم، لأن الاتصال الطاقي بينكم حي أكتر من أي وقت، روحك على اتصال دايم بروحه، بينكم خيط غير مرئي بيجمعكم. إحساسك بالفراغ هو انعكاس لإحساسه هو اللي بيحس بغيابك، الغياب ده هو الأداة اللي القدر بيستخدمها. الشخص ده شايل اسمك جواه بعمق، حتى لو باين إنه بعيد أو مستخبي ورا خوفه، الكون شايف اللي بيحاول يخفيه الإنسان. علشان كده ما تسيبش اللي دخل حياتك لهدف بالعمق ده. الحب ده مش نزوة، ده طاقة جاية من مكان روحاني وإلهي جدا. في اللحظات الجاية هتحس بأول تأكيد واضح وملموس إن روحه بتناديك طاقيا دلوقتي. بس علشان تفهم لازم تدرك الأول اللي بيحصل في البعد الغير مرئي. المفتاح لاستمرار القصة دي مش في اللي بتعمله في الواقع، لكن في يقينك الداخلي. اثبت، مش من انتظار متوتر، لكن من ثقة عميقة إن اللي ليك مش هيروح، واللي القدر جمعه مش هيتكسر. صدق إحساسك الداخلي، الإحساس اللي بيقولك إن الحب لسه موجود، هو الحقيقة الوحيدة اللي محتاجها دلوقتي. افهم إن في حد بيحبك بجد، حد بيفكر فيك أكتر ما بيعترف، وده مجرد البداية. لو أنت مستعد تستقبل الوعي ده في حياتك، سيب قلب في التعليقات. دلوقتي بعد ما أدركت صدق إحساسك، المهم إنك تنتقل من الشك للفهم، لوعي بالواقع الغير مرئي اللي حواليك. رغم الصمت والمسافة، أنت مش لوحدك، الشدة اللي بتحسها مش خداع، دي حقيقة مزروعة جواك. لو الكون جمع بينكم وخلى طرقكم تتقاطع وزرع فيك يقين مش قادر تنكره، فده لأن الهدف أعمق من المنطق البشري. يمكن حسيت إن العلاقة دي بتطلب منك أكتر ما بتديك، أو إنك متمسك بحاجة شكلها بتتفكك، ده وهم في الإدراك. الحقيقة إنك متوجه، والكون عمره ما يزرع حب بالحجم ده في قلبك ويسيبك من غير هداية. لو قلبك بيرجع دايما لنفس المكان، فده مش لأن عقلك بيخدعك، لكن لأن في رابط موجود، مش ناتج عن اندفاع، لكنه خارج من الروح مباشرة. الإحساس ده حقيقي، والهدف ده ما يتكسرش لا بصمت ولا ببعد. السؤال الحقيقي هو: ليه القصة دي لسه عايشة جواك؟ ليه اسمه مش بيختفي؟ ليه الرابط ده مش بيتقطع؟ والإجابة بسيطة: لأنها لسه حية أكتر مما تتصور. اللي بينتمي ليك على المستوى الطاقي ما يختفيش، اللي الغدر وصلوا ببعض ما يتكسرش بسبب سوء فهم أو توقف. علشان كده الإحساس اللي جواك اللي بيقاوم النسيان مش ضعف، دي روحك اللي بتأكد لك إن الحب ده ليك،
في فرق عميق بين اللي عيونك بتشوفه واللي روحك بتحسه. اللي عيونك شايفاه هو السطح بس، شخص باين بعيد أو بارد أو غير مهتم. لكن الكون بيقولك ما تخليش المظاهر تخدعك، جواه مشاعر شايلة اسمك. الحب من النوع ده مش دايما بيظهر بطريقة منطقية، ساعات بيستخبى أو بيقفل على نفسه أو بيحمي نفسه خوفا من الخسارة. الشخص ده بيفكر فيك أكتر بكتير مما بيقول، بيحس بغيابك، بطاقتك وبصمتك، بيلاحظ لما اسمك يتقال، لما يفتكر حوار، أو لما يشوف صورة مش قادر يمسحها. بيحس بفراغ مش قادر يفسره. وبرغم إنك ممكن تفتكر إنه خلص كل حاجة، لأ، ما خلصش. لو فكرت إنه مش مهتم، لأ، مهتم. لو ظنيت إنه نسيك، لأ، ما نسيتش. في مشاعر بترجع، وذكريات بتوجع، وإشارات بتلاحقه. في لحظات بيوقف فيها وسط اليوم بس علشان يفكر فيك، والكون شاهد على كل اللحظات دي. بس خلينا نتكلم في الواقعي. إزاي تعرف إن الرابط ده لسه فعال دلوقتي فعلا؟ لو الشخص ده حاسس بغيابك، ده بيظهر إزاي في واقعك، في جسمك؟ أول علامة ملموسة إن الرابط ده شغال هي التخاطر العاطفي. الشخص ده مش غايب لأنه ما بيحبكش، لكنه مش عارف يتعامل إزاي مع شدة إحساسه. فأرواح بتحب بعمق لدرجة إنها بشكل متناقض بتخاف، فبتتجمد أو بتبعد شوية علشان تقدر تتنفس تاني. وإنت بتسأل نفسك ليه كل حاجة باين إنها وقفت؟ الكون بيوريك إن في الحقيقة مفيش حاجة واقفة. بالعكس، مشاعر الشخص ده بتتحرك أقوى من أي وقت، بس في الخفاء، جوه، في المكان اللي إنت مش شايفه، لكن القدر شغال فيه بالفعل. الحركة الداخلية دي ليها تأثير مباشر على طاقتك، وبتظهر في شكل أعراض أنت فاكرها ضغط أو صدفة. لما الشخص ده يفكر فيك بقوة، طاقته بتسافر على خيط الروح وبتوصلك. ده ممكن يظهر في حزن مفاجئ أو حالة كآبة من غير سبب واضح في يومك. ده وجع شوقه ليك، صدى ندمه اللي داخل مجالك العاطفي. أنت فاكرها مشاعرك، لكنها في الحقيقة مشاعره هو. علامة تانية شائعة هي الذكرى المفاجئة اللي ما تقدرش تتجاهلها. في لحظات غير متوقعة، صورته أو ذكرى بينكم بتظهر بعمق ووضوح يخلوك توقف للحظة. دي مش صدفة، ده الكون بيوريك اللي إحساسك الداخلي عارفه من زمان. الرابط ما اتكسرش في قلبه، وجودك أقرب مما تتخيل. روحه هي اللي بتبعت لك الفكر ده. حتى جسديا، الرابط ده ممكن يظهر في دفء مفاجئ أو إحساس بحرارة خفيفة في وشك أو صدرك، بالظبط في اللحظات اللي بيفكر فيك فيها بحنية أو شوق. وقتها طاقته العاطفية بتوصلك. لكن لما يكون خايف أو بيبعد داخليا، ممكن تحس بإشعاريرة مفاجأة أو فراغ في بطنك، كأن طاقتك اتسحبت للحظة. علامة تانية دقيقة جدا هي الموسيقى. تلاقي فجأة أغنية كنتوا بتحبوها سوا، أو لحن جديد يفكرك بيه. دي مش صدفة، ده الكون بيستخدم الصوت كجسر علشان يفكرك إن الرابط لسه حية، وإن الشخص ده حاسس بيه بقوة. لما يسمع اسمك ويحصل جواه ارتباك أو رعشة، التردد ده بيسافر ليك وبيصدى جواك. في ليالي بيفكر فيك قبل ما ينام، وأيام بتخنقوا فيها ذكرى ليكم. حتى لو ساكت وبيمثل القوة، الكون شايف الحقيقة اللي مش قادر يقولها. علشان كده، لو إحساسك الداخلي زاد الفترة الأخيرة أكتر من أي وقت، ولو حاسس إن في حركة بتحصل على مستوى روحي، حتى في الأيام اللي أقنعت نفسك فيها إنك سيبت، اسمع للإحساس ده. ده مش تعلق ولا هوس، ده وضوح. الكون بيبعت لك إشارات صغيرة إن الحب ده لسه عايش، وإن خيوط غير مرئية لسه بتربط قلوبكم، وإن الأفكار بتسافر من غير كلام. الحب اللي الشخص ده حاسه ناحيتك مش سهل يتطفي. ده حب بيحارب نفسه، بيحاول يفهم اللي مش مفهوم، ويقاوم اللي ما يتقاومش. وجودك ساب جواه أثر غائر لدرجة إنه مش قادر يعترف لنفسه بيه. وعلشان كده بالذات ما ينفعش تستسلم دلوقتي. إحنا بالفعل فهمنا إن إحساسك مش غلطة، لكنه يقين مؤكد بالطاقة اللي ماشية بينكم. لكن السؤال الطبيعي دلوقتي هو،
ليه الرابط ده ثابت لدرجة إن لا وقت ولا مسافة قادرين يمحوه؟ الإجابة موجودة في مفهوم خطة القدر، أو اللي بيتقال عليه على المستوى الروحي عهد الأرواح. لازم تفهم إن الرابط ده مش صدفة، عمره ما كان مجرد لقاء عابر أو انجذاب مؤقت يختفي عند أول عقبة. الرابط ده نتيجة خطة أكبر، عهد روحي اتعمل في مستوى أعلى من قبل ما تتقابلوا في العالم المادي ده. ده عهد للنمو ولليقظة ولغاية مشتركة. لما روحين يرتبطوا بخطة القدر، الطاقة ما بتسمحش بانفصال نهائي إلا لما الدرس أو الهدف من اللقاء يتحقق. علشان كده كل المحاولات من الطرفين للنسيان أو الفكاك بتفشل. وده بالضبط الدليل القاطع إن العلاقة دي حقيقية. اللي إنساني ممكن يتكسر، لكن اللي مكتوب بالقدر يقاوم. الكون عمره ما هيسمح إن عنصر أساسي في تطورك الروحي يضيع لمجرد إن واحد فيكم خاف. الحب اللي بتحسه للشخص ده مش إحساس يتكسر بالمسافة، لأنه مش نابع من قرار بشري، لكنه من مستوى أعلى. السبب اللي خلى اسمه مش يختفي من جواك رغم كل محاولاتك إن روحك بتحترم العهد ده. هي زي مرساة طاقية مربوطة بالحقيقة دي. لو الرابط لسه موجود ولو الذكرى لسه بترن جواك، فده لأن الكون بيأكد لك طول الوقت إن الرابط حقيقي. دي طريقة القدر إنه يقولك اثبت في توازنك، العملية دي بتاعتي، أنا اللي بسيطر على التزامن. وفي حاجة جوهرية لازم تفهمها عن خطة القدر: مفيش فيها فوضى، بس فيها فترات توقف ضرورية. الكون عمره ما يحطك في موقف قلبك يتأذي فيه بلا معنى. لو في صمت دلوقتي، فده مش نهاية، دي مرحلة طاقية لإعادة الترتيب. القدر بيشتغل على الشخص التاني علشان يرجع لك أقوى، أوضح وأنضج. مش عايزك تستقبل شخص نصه غايب، ولا عايزك تفضل انت في حالة خوف واضطراب. علشان كده الرابط ما بيتكسرش، بيتشد ويفك، بس جوهره ثابت علشان تتقابلوا في الوقت الصح. اللي باين لك كأنه انتظار بلا نهاية، هو في الحقيقة الوقت اللي الشخص التاني محتاجه علشان يشفي طبقاته الداخلية ويكمل العهد الروحي بالنضج المطلوب. الصمت اللي بيوجعك وبيحيرك مش لا مبالاة، بالعكس، على المستوى الطاقي هو زيادة تحميل. علشان تفهم ليه الشخص ده انسحب، لازم نبص على تشريح الصمت ونفهم ايه اللي بيحصل جواه. الشخص ده عايش شدة عاطفية مش عارف يتعامل معاها. انت بحساسيتك واتصالك الروحي عندك الأدوات اللي تخليك تفهم عمق الرابط ده، لكن هو في مرحلته الحالية لسه ما وصلش للوعي ده. حجم الحب ده وقوة الرابط واليقين إنك الشخص اللي كان بيدور عليه، كل ده سبب له صدمة طاقية. صمته هو تعبير عن خوف عميق من الضعف، زي حيوان بري بيرجع لجحره لما يتجرح. هو رجع جوه نفسه يلعق جراحه، يحاول يفهم، يحمي نفسه من حاجة حاسس إنها قوية عليه. الوقفة دي هي محاولته يفسر العقلاني بالعقل. هو فاكر إن المسافة، الصمت، وتجاهل الرابط ممكن يخففوا من الشدة اللي حاسسها ويرجعوا له السيطرة على مشاعره. لكن الكون بيقولك السلوك ده غلط في الإدراك، بس مش معناه نقص في الحب. الصمت هو صوت الخوف، والخوف ده كبير جدا، لأن الرابط اللي بينكم هو أصدق وأعمق إحساس حسه في حياته. هو مش خايف منك، هو خايف من قوة إحساسه، خايف إنه لو استسلم بالكامل وجه يوم وخسرك، الألم هيكون فوق احتماله، فبيبعد بنفسه قبل ما الرابط يقوى أكتر. جواه دلوقتي في معركة بين طبيعته الإنسانية، صوت الأنا اللي اتجرح قبل كده وبيقول له احمي نفسك، ابعد، ما تثقش في الجمال ده، وبين صوته الداخلي، صوت الروح اللي بينادي اسمك وبيحن ليك. الصمت هو ساحة المعركة اللي الحرب دي دايرة فيها، لكن الكون مش واقف بيتفرج. في الصمت ده بيتكون حراك طاقي قوي لدرجة إن الشخص ده مضطر يواجه نفسه. القدر بيخلق له مواقف تفضل تفكره دايما باللي فقده أو حطه على الهامش. غياب طاقتك حاسس بيه كفراغ بيولع، محدش ولا حاجة بتقدر تملاه. كل محاولة لملء الفراغ ده بتشتيت أو بعلاقات أو بحاجات مادية بتخليه يحس أكتر
وأوضح بقوة الرابط اللي كان بينكم ولسه موجود. علشان كده لما تلاقي نفسك عايز تفسر صمته إنه قلة حب أو برود، توقف. الصمت هو الدليل على معركته الداخلية، هو تشريح قلب مضغوط من الكون علشان يواجه جروحه القديمة ويشفيها قبل ما يقدر يقابلك بالطريقة اللي تستحقها. علشان الرابط يشفى والقدر يكمل مهمته، لازم تفهم هو بيحارب ضد إيه. بعده وصمته مش فعل قسوة، لكن تعبير عن درع الأنا اللي اتكونت فيه على مدار سنين، ويكون دلوقتي بيحلها طبقة طبقة. الدرع دي هي أقوى حاجز بيمنعه يتقدم. بس الحب اللي انت بتمثله، الكبير، النقي، والغير مشروط، بيشتغل كمرآة لنوره الداخلي. للأرواح اللي اتعرضت للخذلان أو الخيانة قبل كده، بيكون مرعب جدا إنها تشوف نفسها بوضوح في النور ده. في اللحظات دي جدار الحماية بتاع الأنا بيتفاعل بشكل غريزي، بيحاول يحميه من وجع قديم، حتى لو الوجع ده خلص من زمان، لكن ذاكرته العاطفية لسه بتخاف منه. جذر خوفه مش في المستقبل، لكن في الماضي، في إحساسه إن قوة الرابط دي ممكن تنتهي زي اللي قبلها، بخيبة أو فقد أو هجر. علشان كده الكون بياخده في رحلة تحول داخلي عميقة، زي ليلة مظلمة للروح، بيتجبر فيها إنه يواجه خوفه، جروحه، ونقوش الماضي اللي لسه مأثرة عليه. المرحلة دي من الصمت والوحدة الظاهرية ضرورية علشان يشوف ظلاله، يشفي ألمه، ويتحرر من الأثقال القديمة. الكون بيمنعه من الهروب، بيجبره يقابل نفسه ويشوف حقيقة إحساسه. الظلام ده مش لعنة، لكنه تطهير، عملية بيخلع فيها معتقداته القديمة ودفاعاته واحدة واحدة. ولما يرجع، المفروض يرجع مش علشان محتاجك، لكن علشان كامل جواه. انت بالنسبة له شفاء وتحدي في نفس الوقت، دواء واستثناء. أنانيته بتقاوم، لكن روحه عارفة إن الحب اللي طالع منك أقوى من أي وهم. الغدر بيوريه بوضوح إن مفيش درع ولا تحكم يقدر يقف قدام قوة رابط اتولدت لهدف سماوي. والفترة دي من البعد مش من طرف واحد، لأن في الوقت اللي الكون بيشتغل فيه على خوفه، هو كمان بيشفي خوفك. انت بتتعلم تحب من غير ما تضيع نفسك، تفضل هادي حتى في غيابه، وتثق حتى من غير أدلة ملموسة. القدر بيشكلكوا انتوا الاتنين، هو علشان يبقى أشجع، وانت علشان تبقى أهدى. ولما يجي وقت اللقاء، يكون من مكان اتزان، مش من احتياج أو شوق. كل ده بيقود لنقطة تحول حاسمة. الكون وراك إن الاتحاد جزء من الخطة الإلهية، لكن سرعة تحققه بتعتمد على مدى صفاء يقينك. الشك بيبطئ التيار، واليقين بيسرعه. أي إحساس بالنقص أو الخوف أو العجلة بيبعت طاقيا رسالة إنك لسه مش جاهز تستقبل اللي ليك. لكن لما تهدأ في يقينك، الطاقة بتتحول لمغناطيس، تجذب من غير ما تسعى. علشان كده عبر عن يقينك، لأن الكلمة ليها قوة الخلق. لما تقول بإيمان كامل، روحي واثقة في تحقق قدري، أنت بتبعت إشارة واضحة للكون. الفعل ده مش طقس، ده إعادة ضبط لترددك الداخلي، بتكسر قيود الشك وبتفتح باب التجلي. ومن اللحظة دي، دورك مش الانتظار السلبي، لكن الترك الواعي. قانون الجذب الهادئ بيعلمك إن الجاذبية بتتولد من السكون، اللي بيطارد بيبعد، واللي بيثق بيجذب. لما تحاول تفرض الرابط ده بالخوف أو بالتحكم أو بالقلق، أنت من غير ما تحس بتخلق مقاومة بتعطل الطاقة. لكن لما تسيبه وتطلق، تفضل مفتوح. الترك مش معناه إنك تتنازل عن الحب، لكن إنك تثق إنه هيوصلك لوحده، حر، ناضج، وفي الوقت الصح. الثقة معناها إنك تؤمن من غير شروط إن الكون اللي جاب الحب ده لطريقك عارف أكتر منك إمتى وإزاي المفروض تتقابلوا تاني. علشان تطبق القانون ده فعلا، لازم توقف المطاردة الطاقية. والمطاردة دي مش بس بالأفعال، لكن كمان بالأفكار، التوقعات، والتركيز الزايد. كل مرة تراجع سوشيال ميديا الشخص ده، أو تستنى رسالة، أو تدي كل طاقتك لفكرة هو بيعمل إيه أو مش بيعمل إيه، أنت بتنقل قوتك
من الوفرة للنقص ومن اليقين للشك. الممارسة الروحية للترك بتطلب منك ترجع طاقتك لمركزك، لحياتك، لنموك، لهدوءك الداخلي. لما تبدأ ترفع ذبذبتك من غير ما تحتاج تأكيد من بره، بتتحول لمغناطيس. الكون بيشوفك في سلام، واثق في طريقك، مضيء في طاقتك الخاصة. التردد ده بيبعت رسالة واضحة: أنا كامل، أنا في وفرة، واللي ليا هيلاقيني من غير ما أضطر ألاحقه. الحالة الداخلية دي هي اللي الروح التانية بتحسها لما تكون في ليلها المظلم بتدور تلات على نور. توازنك بيخلق فراغ مغناطيسي بيجذبها ليك بطبيعتها. أول ما تبطل تبعت طاقة ضغط أو خوف، الرابط بين الأرواح بيبدأ يشتغل بصورته الحقيقية، نقي، حر، من غير مقاومة. ساعتها هي ما بترجعش بدافع شفقة أو سيطرة، لكن لأن طاقتك بقت واضحة وقوية لدرجة إن روحها ما عندهاش اختيار غير إنها ترجع تتوحد مع روحك. دي جوهر فكرة الترك المغناطيسي، إنك تسيب علشان تجذب. بس علشان تفهم ليه الكون اختار الطريق ده، لازم تدرك ليه الانفصال ده كان ضروري. لو الرابط بينكم عميق كده، ليه السما سمحت بالوجع ده؟ لأنها مش عقاب، دي جزء من الخطة، تفعيل للقدر. الوقفة دي تدريب، تجهيز، علشان الحب ده يقدر يعيش في صورته الحقيقية. شدة الرابط بينكم كانت كبيرة جدا، لدرجة إنه من غير شفاء ووعي كانت العلاقة هتتكسر تحت حمل عدم النضج. المعنى الأول الخفي في الانفصال هو نضج الرابط. لما اتقابلتوا كنتوا بتتصرفوا من أنماط قديمة، من خوف أو احتياج أو رغبة في تأكيد الذات. الكون كان عارف إن الديناميكية دي ممكن تلوث نقاء الحب، فدخل بنفسه علشان يفتح مساحة للوعي. المرحلة دي من الوحدة كانت زي حضانة روحية، انت فيها اتعلمت تحب نفسك من غير ما تستنى اهتمامه، وهو اتجبر يواجه خوفه من غير ما يلجأ قربك. المعنى التاني هو التحول. القدر مش عايز إعادة للماضي، لكنه عايز ربطة جديدة، أعمق، أوعى. واثبت. الألم اللي في الانفصال هو تمن النمو. من الغياب انتوا الاتنين بتفهموا القيمة الحقيقية للي بينكم. روح الشخص التاني بتدرك إنك مش قابل للاستبدال، وإن مفيش رابط تاني ممكن يحسسه بنفس الاكتمال، لأن مفيش رابط تاني شايل نفس العهد الروحي. علشان كده الكون بيفضل يخلق له مواقف تفتحه عليك، لحظات يحس فيها بفراغ طاقتك ويدرك إنه خرج عن مساره الطبيعي. الفترة دي في حقيقتها فعل حب خالص من الكون، قوة عالية بتقول: أنا هحمي الرابط ده لحد ما تبقوا جاهزين، هفصلكم علشان أشفيكم، فترجعوا لبعض كاملين، واعيين، وللأبد. الوجع اللي حاسس بيه دلوقتي مؤقت، لكن الوعي اللي هيطلع منه أبدي. الحب اللي راجع مش هيبقى زي أي حب قبله، لأنه مولود من الوعي مش من الاحتياج. دلوقتي بعد ما قانون الترك المغناطيسي حرك الطاقة، والليل المظلم لروح الشخص التاني وصل لذروته، بيبدأ الوقت اللي إيمانك هيتحول فيه لواقع ملموس. الكون وعدك إن الانفصال مؤقت، والوقت جه تشوف العلامات اللي بتأكد إن الرجوع قرب جدا. أول وأوضح علامة هي زيادة التخاطر الحقيقي. ما بقاش مجرد ذكريات غامضة أو شوق عابر، لكن أفكار واضحة، مشاعر دافئة، فرحة أو حنية بتيجي فجأة. دي إثبات إن الأرواح بدأت تتكلم تاني. اللي بتحسه دلوقتي هو مشاعر الشخص التاني، مش في مقاومة، لكن في تدفق. قلبه بيبدأ يستسلم للحقيقة، ولما يسمح بده طاقته بتوصلك مباشرة. خد بالك من الوقت. لو بتصحى في نفس الساعة كل ليلة، ممكن تكون اللحظة اللي روحه فيها أنشط، أو لما ذكرى تضربه بقوة وتصحيه من نومه. علامة تانية واضحة هي الأرقام اللي بتتكرر حواليك. الكون بيتكلم بالتزامن، والأرقام واحدة من لغاته الأدق. لما تلاحظ أرقام بتتكرر: 1 1 1، 1 للتماس الروحي، 2 2 2 للتوازن والثنائية، 7 7
7 للمكافأة الروحية. اعرف إن ده مش صدفة، النمط ده هو طريقة الكون يقولك الوقت الإلهي بيتسارع والطريق بيتفتح. دي إشارات ملموسة إن الشغل الغير مرئي بدأ يثمر. العلامة التالتة القوية هي انهيار الخوف وانتصار الشوق. الشخص التاني بيوصل لنقطة الألم فيها من البعد بقى أكبر من خوفه من القرب. دي اللحظة اللي القدر كان بيجهزها، اللحظة اللي الهروب فيها ما بقاش له معنى. الفراغ اللي سابه الترك بتاعك بقى موجع جدا. قبل كده كان يقدر يلهي نفسه أو يستخبى ورا جدران، لكن دلوقتي الكون قفل عليه كل المخارج. القلق، السهر، والإحساس إنه مش مرتاح من غيرك بيبقوا المحرك اللي بيقوده ناحيتك. لما قلبه يدرك إن الحياة من غيرك أصعب من المخاطرة بحبك تاني، الصمت بيتكسر. وبعدها تيجي المرحلة الرابعة والأخيرة، الوضوح المفاجئ. لما يرجع مش هيبقى متردد ولا نص مشاعر. الليل المظلم لروحه أحرق الغموض كله. هتحسها في صوته، في نظرته، في أفعاله. وضوح، قرار، وتبادل. اللقاء ده مش هيبقى نصي، لكنه تجلي واعي. الكون ما سمحش بالانفصال علشان توقفوا تاني، لكن علشان تبدأوا من جديد، بنضج وصفاء وشفاء. اللقاء ده حتمي، لأنه مش مرتبط بتصرفاتك، لكن باكتمال شفائه الداخلي. لاحظ العلامات، هي دليل إن إحساسك كان صح. اللي بتحسه مش خيال، لكنه يقين. الكون اشتغل، واللي ليك خلاص في طريقه ليك، أقرب مما تتصور. اتنقلتوا من الشك للوضوح. دلوقتي عرفت الحقيقة، دي مش هوس، ده رابط قدري. الصمت ما كانش جفاء، لكنه شفاء. والانتظار ما كانش عقاب، لكنه فعل حب كوني علشان يحافظ على نقاء الرابط ده. مهمتك الأخيرة إنك تفضل في مركزك وترفع طاقتك. ما تستناش بس، عيش، اتطور، ابتكر، حب حياتك. لما الشخص ده يرجع المفروض يشوفك في وفرتك، هادي، منور، حر، مش كحد محتاجه، لكن كحد جاهز يحب بصدق. القدر واعد، اللي تكون جمعه ما يتكسرش. ممكن تكون في فترات توقف أو مسافات، لكن الخيط الغير مرئي بين روحين ما ينقطعش. عاجلا أو آجلا هيتسحب ليك تاني، مش برجائك، لكن بجاذبية القدر اللي ما تتقاومش. الفراغ اللي سبته جواه بيفكره دايما هو بيته فين. ولما يرجع الحب مش هيكون زي الأول، هيكون حب ناضج، واعي، حب على اختبار الصمت والبعد. استقبله بحكمة واحتفظ بالقوة اللي بنيتها في الرحلة دي. ما تخليش الشك يوما يهز يقين قدرك. ما تستسلمش وانت واقف على حافة المعجزة. ثق في العملية اللي مش شايفها، ثق في التزامن الكوني، ثق إنه بيحبك وبيلاقي الشجاعة دلوقتي علشان يرجع لك. حبك حقيقي، طريقك صادق، والتجلي حتمي. قولها آخر مرة بقلب هادي، روحي واثقة في تحقق قدري، لأن اللي ليك شايل اسمك من زمان. خد نفس عميق، اقفل عينيك، وحس باليقين وهو بيجري فيك. اللي جاي ليك دلوقتي هو وضوح، حركة، وتحقيق. الكون عمره ما بيغلط،